السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده وكالعاده وصفه اقتصاديه وحلوه جدا وكمان موفره بنص صدر فرخه. هنعمل وجبه تكفي من 6 ل7 اشخاص، يعني اسره كبيره جدا. وصفه اقتصاديه وموفره وطعمها حلو جدا. لو جربتوها متاكده هتنطلب منكم وتعملوها على طول. وصفه بسيطه جدا هنضيفها للفراخ، هتزود الكميه معانا، وكمان الكفته بتاعتنا مش هتكش، استحاله تكش مننا واحنا بنشوحها في الزيت. وما تنسوش انزلوا تحت الفيديو واعملوا لايك واشتراك وصلوا على الحبيب في كومنت. واحنا شغالين هقول لكم على كل التريكات وعلى كل الحاجات اللي ممكن تفيدكم، وكمان البدائل اللي ممكن تستعملوها. اول حاجه معايا دول بصلتين متوسطين، هفرمهم فرم ناعم في الكبه. النهارده طبعا زي ما قلت لكم الوصفه بنص صدر فرخه. طبعا عايزين نضيف له اضافات تزود النص صدر ده عشان يعمل لنا كميه كفته كبيره. فرمت كده البصلتين وهفضيهم في طبق. وكمان معايا ده نص صدر الفرخه بتاعي هقطعه كده لقطع علشان يساعد الكبه اللي هي تفرمه فرم ناعم. الكفتة بتاعتنا هنفرمها النهاردة على مرحلتين، او هنفرمها مرتين عشان انا عايزة الكفتة من قلبها كده لما نيجي ناكلها ما يكونش فيه طعم للبصل، او البصل يكون قطع كده معانا في الاكل. انا عايزة الكفتة بتاعتي تكون جوسي كده من جوه وطرية، وكمان بتدوب كده في البق واحنا بناكلها، ومش هنحتاج ان احنا نصفي البصل من ميته ولا الكلام ده كله. هنعمل البصل ببركته، وكمان هنعمل كل الخطوات قدامكم. دي الفراخ بتاعتي هفرمها كده كويس في الكبة وهنزلها على البصل. هنفرم كده كل كمية الفراخ معانا، ودي بتكون اول فرمة لنا ان احنا فرمنا البصل وفرمنا الفراخ. بنحط التوابل بتاعتنا، بحط توم، وكمان بحط معلقة كبيرة من ال7 بهارات، ومعلقة صغيرة من الفلفل، ومعلقة صغيرة من الملح. واللي في البرطمان ده بقسماط مطحون. ده مش البقسماط، ده البديل بتاعه اللي احنا عاملينه في البيت، والفيديو بتاعه هتلاقوه ان شاء الله على القناة. هنسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. اقلب كده كل المكونات دي كويس بمعلقة علشان افرمها فرم ناعم وتتداخل معايا كلها كده وانا بفرمها في الكب. هنبدأ ان احنا نفرم الفراخ بتاعتنا كلها كده، وده بيكون شكل الفراخ بتاعتنا. بتعمل زي عجينة كده، هي مش قادرة تنزل من الكبة، فهنزلها بمساعدة معلقة او سباتولا. شايفين ما شاء الله ناعمة جدا، وكأننا عاملين الفراخ نعملها لانشون، بتكون ناعمة جدا كده معانا وطرية، وكل المكونات دخلت في بعضها. الكمية حلوة جدا وبتكفي عدد أفراد كتير. أنا بس عايزة أوريكم إن الفراخ طرية معانا واتعملت زي عجينة كده. ببدأ إن أنا أكور كل كمية الفراخ بتاعتي قبل ما أبدأ شغلي فيها. كورنا كده كل الكمية معايا بالشكل ده. ما شاء الله عامل معانا كمية حلوة جدا. زي ما انتوا عارفين نص صدر فرخة عامل معانا الكمية ما شاء الله دي كلها. تقدروا بالحد هنا وتحطوها في اطباق وتحطوها في الفريزر تعملوها اكلات، او ان انتوا تكملوا الخطوات ونعملها اكلة النهاردة. في طاسة كده حطيت معلقتين كبار من الزيت او السمنة او الزبدة، وبنبدأ ان احنا ننزل فيهم بكرات الفراخ بتاعتنا عشان نديهم صدمة كده وتشويحة حلوة. واحنا شغالين كده بنشوح في الفراخ بتاعتنا، هبدأ ان انا اقول لكم على البديل اللي ممكن تستعملوها لوصفة النهاردة. اول حاجة لو مش موجود عندكم بقسماط او بديل البقسماط، تقدروا ان انتوا تحطوا على الوصفة بتاعتنا معلقتين كبار من الدقيق او النشا، بيكون طعمهم حلو جدا. بالشكل ده بنقلب كده الكفتة بتاعتنا من وقت لتاني، بنديها بس لون ذهبي كده بسيط. شايفين ما شاء الله الكفتة بتاعتنا مش بتكش نهائيا، بتاخد اللون ومحافظة على طراوتها، وكمان محافظة على الحجم بتاعها يعني مش بتكش. ولو واخدين بالكم ما استعملناش في وصفة النهاردة بيض. طبعا احنا اعتمدنا بس على البصل والتوابل والثوم في وصفة النهاردة. وصفة اقتصادية جدا، وكمان تقدروا تعملوها كوجبة غدا أساسية أو عشاء، أو كمان تقدروا تعملوها كصنف من أصناف العزومات. في طاسة كده نزلت معلقتين من الزيت، ونزلت عليهم ببصلاية صغيرة مبشورة ناعم كده أو مقطعة بالسكينة، وكمان هنزل عليهم بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم. الفراخ بتاعتي ركنتها على العين التانية لغاية لما تكمل التشويحة بتاعتها.
بقلب كده البصله والثوم لغايه لما بشم الريحه بتاعتهم بياخدوا لون دهبي فاتح خالص. بنزل عليهم كده بالطماطم بتاعتي، وكمان هنا الطماطم حسب كميه الفراخ اللي انت عاملاها. هنزل عليهم بنفس التوابل اللي حطيتها على الكفته. بقلبهم كده تقلبتين، واول ما بيسبكوا بنزل عليهم بكميه ميه كده علشان البصله تاخد نص سوا. بسيب الصوص بتاعي يغلي كده حوالي 5 دقايق، وفي الوقت ده بعد ما غلى كده بنزل عليهم بالكفتة بتاعتي. كانت خلاص كملت التسوية بتاعتها وبقى ده الشكل بتاعها. بنزلها كده على الصوص بتاعي وبقلبها تقلبتين، وبغطي عليهم وبسيبهم كده على النار يغلوا كمان حوالي 5 أو 6 دقايق. هتسألوني هنرفعها من على النار امتى؟ هقول لكم لما تدوقوا كده الصوص بتاعنا وتلاقي طعمه بقى اخد كل طعم الكفتة، وكمان البصلة بتاعتنا استوت. هي كده خلصت بالشكل ده. بنقدمها بقى كده في طبق بايركس على السفرة، او بنقدم لكل فرد كده الكمية بتاعته في الطبق جنب الرز. قدموها زي ما انتوا عايزين، طعمها حلو جدا وشيك جدا وكمان اقتصادية جدا. بجد لو جربتوها بالطريقة دي مش هتبطلوا تعملوها. كفتة الفراخ دي كفتة حلوة جدا، طريقتها سهلة وبسيطة واقتصادية ومش محتاجة لمكونات كتير. هتدخلي مطبخك تعملي أحلى وجبة غدا. وكمان ننفع ان احنا نعملها كصنف من اصناف العزومات بقى في رمضان وغير رمضان. شيك جدا وكمان اقتصادية جدا، مش بتاخد معانا اي مكونات. بنزين كده الوش بتاعنا ببقدونس مفروم او كزبرة مفرومة، ويبقى الف هنا مقدما. طعمها حلو جدا. وكمان هقطع لكم حتة دلوقتي من الكفتة علشان تشوفوا قد ايه طرية وجوسي وطعمها حلو جدا. بجد يا جماعة من انجح وصفات الكفتة اللي بعملها وبتعجب الولاد. الكفتة متماسكة ما شاء الله، ومحتاجناش ان احنا نحط لها لا بيض ولا اي حاجة. هي متماسكة ما شاء الله وطعمها حلو جدا. شايفين طرية وهشة كده من قلبها. وكمان بحب الكفتة لما نيجي ناكلها كده ما يكونش في قطع بصل في بقنا، فعشان كده بفرم الكفتة بتاعتي مرتين، الفراخ الاول وتاني مرة بفرمها لما بحط عليها البصل وباقي التوابل. قدموها بقى جنب رز بشعرية او رز حبة وحبة، بيكون طعمها حلو جدا. ومن حاجات بسيطة جدا عملنا وجبة اقتصادية وراقية وطعمها حلو جدا. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا وكمان يكون فيديو النهاردة عجبكم. وما تنسوش بقى لو اول مرة تشوفوا القناة تدعموني بلايك واشتراك. يا جماعة اللايك ده ببلاش والله مش بفلوس، وبيسعدني جدا وكمان بيشجعني ان انا اصور لكم تاني. وبألف هنا مقدمة للي هيجربها. ما تنسوش ابعتولي تطبيقاتكم على صفحة القناة والبيج بتاعت القناة وصفات اقتصادية وراقية على الفيسبوك. وما تنسوش تصلوا على النبي. بحبكم في الله واشوفكم على خير في وصفات تانية اقتصادية وراقية ان شاء الله كتير. ومع السلامة.